ايه نوع العزل المناسب للحمام بتاعي؟ لو انا دلوقتي شغاله في شقه سكنيه استخدم عزل ايه الماده يعني اللي انا استخدمها؟ طبعا في انواع كتيره جدا، يعتبر هم 10 انواع. طيب عندي انواع كتيره زي ما قلنا. ايه بقى المفروض النوع اللي انا استخدمه؟ عندي البوتومين البارد، بس ده كمقاومه للعزل مش احسن حاجه، بيكون قليل شويه. وعندي برضو في البوتومين اللي هو السخن، بس ده كتطبيق بيكون فيه مخاطر عشان المواد السخنة وهكذا، وبرضو عايز دقة شوية في التنفيذ. عندي اللي هو الايبوكسي، ده مادة بتبقى سهلة في التنفيذ بس تكلفتها بتكون عالية وغالية. في اللفائف اللي هو الميمبرين، ده بيبقى عايز اولا ترتيبات، وبيبقى عايز تحضيرات وتجهيزات. وبيبقى عايز طبعا خبره في الشغل، يعني ما ينفعش ان انا اشتغل بيه اي حاجه، لان هناخد بالنا ان العزل لازم اعمله بطريقه صح. لو عملته بطريقه غلط ولا كاني عملت حاجه، وهنتكلم على ده بالظبط يعني في فيديو منفصل. طيب، ايه برضو النوع احسن نوع انا ممكن اقدر استخدمه؟ عندك اللي هو العزل الاسمنتي او العزل الكيميائي، ده احسن نوع ممكن تستخدمه في الشقه بتاعتك، لان هو كعزل مقاومته بتكون كويسه جدا. ماده سهله في الفرد بتاعها. طبعا هو في اللي هو سيكا 105 وفي سيكا 107. ال 107 بيستخدموه في حمام السباحة، وال 105 بيستخدموه في الشقق، بس انت برضو ممكن تستخدم 107 لان مقاومته كويسة جدا في العزل. يعني كتجربة مقاومته بتكون كويسة جدا. بس اهم حاجة زي ما قلنا لازم تنفذه بالطريقة الصحيحة. لو عملت خطوة غلط ولا كأنك عملت حاجة، بالعكس بيبقى عيوبه اكتر. فاحنا دلوقتي عندنا العزل اللي هو الاسمنتي، المقاومه بتاعته كويسه، التكلفه بتاعته برضو عاليه شويه، بس البادجت بتاعها كالشقه وكده بتكون كويسه، يعني في الرينج المعقول بالنسبه للكفاءه بتاعته. لان طبعا زي ما قلنا عندنا الايبوكسي بيكون اغلى. فالايبوكسي بنستخدمه في اللي هي المسطحات بره، يعني مش بنستخدمه في الشقق السكنيه. فده كده اكتر نوع مناسب. اللي هو العزل الاسمنتي ده اكتر نوع مناسب لو انت عايز تشتغل في الشقة بتاعتك وتكون ضامن العزل بتاعك. طبعا في انواع تانية، بس في انواع بتبقى غالية جدا. فدي ممكن بقى بنستخدمها في اللي هو الكباري، الطرق، المنشآت الخرسانة اللي تحت المية وهكذا.